احنا بنسمع الأذان 5 مرات كل يوم، يعني حوالي 1825 مرة في السنة. بس هل سألنا نفسنا قبل كده الصوت اللي بيهز قلوب الملايين ده بدأ ازاي؟ وليه هو بالترتيب ده بالذات؟ وليه الأذان هو الوسيلة مش الجرس ولا البوق؟ القصة فيها رؤية صادقة وصحابي جليل وقرار نبوي غير وجه التاريخ. خليك معايا عشان تعرف اصل الحكايه اللي بدات من 1400 سنه ولسه بتتردد في مآذن الارض كلها من مشرقها لمغربها. المشكله اللي كانت مطروحه ان ازاي نجمع الناس للصلاه في المدينه. بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه، المسلمين زادوا وكان لازم طريقه تجمعهم للصلاه في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه عشان يتشاوروا، ودي كانت قمه الشورى الاسلاميه. حد اقترح الناقوس اللي هو الجرس زي النصارى، والنبي قال ساعتها هو من امر النصارى. حد اقترح ساعتها البوق زي اليهود، والنبي قال هو من امر اليهود. وفي اللي اقترح يولعوا نار كبيره فوق جبل عشان الناس تشوفها من بعيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مرتاح للافكار دي، كان عايز حاجه خاصه بالمسلمين تعبر عن هويتهم وتوحيدهم. ما كانش عايز تشبه بحد، كان عايز نداء سماوي خالص. وفي ليله الصحابي عبد الله بن زيد نام وهو شايل هم الموضوع ده، فشاف رؤيه عجيبه جدا. شاف راجل لابس اخضر شايل ناقوس، فطلب يشتريه منه عشان ينادي بيه للصلاه. فالراجل قال له الا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ وقال له كلمات الاذان اللي بنسمعها النهارده: الله اكبر الله اكبر. سيدنا عبد الله بن زيد صحي من النوم طيران على النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له، والنبي قال له جمله تاريخيه: انها لرؤيا حق ان شاء الله. وفي نفس الوقت ده سيدنا عمر بن الخطاب كان شاف نفس الرؤيه، وده كان تاكيد رباني ان النداء ده هو اللي ربنا اختاره. هنا بقى بيجي الدرس العظيم في الاتقان. النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش عبد الله بن زيد هو اللي يأذن رغم انه صاحب الرؤيه، لكن قال له قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. النبي كان بيدور على الجمال والتأثير. بلال اللي كان بيتعذب في صحراء مكة ويقول أحد أحد، بقى هو اللي صوته بيزلزل المدينة بالتوحيد. ده بيعلمنا إننا نختار دايما الأفضل في كل حاجة بنعملها، وده طبعا بيكون فيه شيء من الإتقان. طيب أنت فاهم أنت بتقول إيه ورا سيدنا بلال؟ أول كلمة هي الله أكبر. دي رسالة تنبيه. ربنا بيقول لك مهما كان اللي شغلك، شغل بقى، مشاكل، هموم، عيال، فلوس، مذاكرة، كل حاجة، الله أكبر من كل ده. بعد التكبير اللي في الأذان بنجدد العهد اللي بيننا وبين ربنا، بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ما فيش حد يستحق التعلق أو الخوف غيره. وبعدها أشهد أن محمدا رسول الله، ودي بتكون تذكرة إن الطريق لربنا ليه مرشد ومعلم هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده في الأذان بيقول حي على الصلاة، يعني أقبل وبسرعة. حي على الفلاح، يعني لو عايز تنجح في حياتك ابدأ من هنا. طيب إيه اللي بيحصل في بيوتنا أول ما الأذان بيبدأ؟ للاسف بنشوف ولادنا ماسكين الموبايلات بيلعبوا جيمز والاذان شغال في الخلفيه وهم مش منتبهين. هنا بقى لازم نسال نفسنا العيب في مين؟ الطفل بيقلد اللي بيشوفه. لو شافك وانت كبير ماسك موبايلك وبتقلب في السوشيال ميديا والاذان شغال، او عمال تكلم مع اللي جنبك والاذان شغال، او بتتكلم في التليفون، او عمال مشغول بحاجه والاذان شغال، او بتتفرج على التلفزيون، هو كمان مش هيحس بقيمه النداء ده. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. خليهم يشوفوك وانت بتسيب الموبايل وبتردد بصوت مسموع. خليهم يشوفوك وانت قفلت التلفزيون عشان تسمع الاذان، عشان يعرفوا ان وقت الاذان ده وقت هبه وتوقير لربنا. الأذان مش مجرد توقيت للصلاة أو صوت في الجامع، ده روح بتدخل بيوتنا ونداء حب من الخالق للمخلوق. المرة الجاية لما تسمع الله أكبر وقف كل حاجة واسمع بقلبك قبل ودنك، وشوف حياتك وولادك هيتغيروا إزاي. وقول ورا الأذان اللي بتسمعه زي ما الرسول علمنا وقال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لو عجبك الفيديو شاركه مع أصحابك علشان نرجع لبيوتنا بركة الأذان من تاني. وما تنساش إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فاستغل اللحظات دي. سلام.